السلام عليكم، يا مساء الورد. معكم علي عبد العزيز وحلقه جديده من سلسله برشامه الساحل. هنتكلم النهارده عن مشروع زهره لشركه معمار المرشدي ومالكها محمد المرشدي، وشركه سابقه اعمالها كبيره في المناطق السكنيه زي مدينه نصر والمعادي، موجوده بقالها اكتر من 40 سنه. المشروع موجود في الكيلو 124 في منطقه سيدي عبد الرحمن، اللي هي منطقه شغاله من دلوقتي ونقدر نعرف اسعار الايجارات فيها، والبحر فيها مقبول بس بيحتاج شويه شغل تمهيد من المطور مش كبير. المشروع فيه استلامات مختلفه ما بين سنه واثنين وثلاث سنوات، وبيتسلم متشطب. سعر الغرفه بيبدا من اول 7 مليون، والغرفتين من اول 8 مليون، بتسطوا على 6 ل 8 سنوات على حسب الاستلام. نقاط بيع المشروع انه فيه استلامات قريبه وفي منطقه سيدي عبد الرحمن اللي هي شغاله ومعروف اولها من اخرها. عيوب المشروع هو ان المطور للاسف في اخر 15 سنه بقى معروف بالصيانه الكارثيه في كل مشاريعه، وبالفعل حتى في المشروع ده مش راضي يمهد البحر لسه بحكه ان مش ناس كتير استلمت، يعني اول القصيده كفر. ومشكله ان مش ناس كتير استلمت بسبب تاخيراته برضو اللي وصلت ل 8 سنين في المشروع ده بالتحديد، وموجوده في كل المشاريع التانية. غير ان عدد الوحدات مرعب، لان في استديوهات كانت بتبدا من اول حاجه و30 متر في المشروع، غير المباني اللي ليها فيها عدد وحدات كبير ومباني عدد ادوارها كبير. عشان كل ده انا هدي المشروع ده 11 من 100، ومش هنصح بيه اي انسان واي مخلوق. ولو حد معايا مصر يشتري فيها اقول له روح يا باشا واشتري لوحدك. انا علي عبد العزيز، وفعل الجرس واعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد في اهم سلسله هتفيدك الصيف ده.